يا مساء الخير عليكم، معاكم ممدوح استشاري عقارات ومحاضر سيلز ريال استيت. النهارده احنا هنقول معلومه في الخمسينة، وهي النقطه بتاعت الفريندلي. ايه النقطه بتاعت الفريندلي دي نقطه او من الستبس بتاعت خطوات المكالمه البيعيه الناجحه، ودي نقطه مهمه جدا. لازم تكون بمعنى اصح قريب للعميل، مستشار عقاري انت اللي اختار له كل حاجه، تكون بتحسن العميل اللي انت خايف عليه، مش عايز مجرد اللي انت تبيع له البيعه وخلاص عشان مجرد ان انت تاخد كوميشن منه، وفي الاخر انت مش هتستفاد من العميل. لا، العميل لما يحس ان انت خايف عليه وانت بتوجهه صح وبتختار له المكان الصح اللي يقدر سواء يسكن فيه او يستثمر فيه او يضيف له حاجه في حياته، دي بتخلي العميل يكون في انجيجمنت بينك وبينه، تقدر اللي انت بعد كده او بمعنى صح ان هو يستثمر معاك على ابعد الحدود، سواء عايز يشتري اي حاجة تانية، عايز ترشح له اي حاجة، لو عنده ريكومنديشن لناس من زمايله من اصدقائه هيقدر يعملهم ريكومنديشن ليك انت عشان تقدر تستفيد من العميل بتاعك. فبالتالي انت والعميل انتوا الاتنين هتستفادوا جدا، سواء اذا كنت انت هتوفر له الحاجة اللي هو عايزها او انت هتحقق التارجت بتاعك المطلوب منك. يا رب تكون المعلومة وصلت، ودي حاجة بسيطة جدا، وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات اللي جاية. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعل الجرس عشان تتابعونا الفترات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.